اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن التهاب اللفافة الأخمصية. قلنا يعني ايه التهاب لفافة أخمصية وليه بيحصل لها التهاب وازاي بنشخصه وايه اساليب الوقاية منه. النهارده هنعرف هل التهاب اللفافة الأخمصية له علاج ولا زي ما بيقولوا الناس الوحشين. انا دكتور احمد شميس وجاي اكلمكم كلمتين في العظم. السلام عليكم. ازاي نعالج التهاب اللفافة الأخمصية؟ اقول لحضرتك الراحة زي ما قلنا في الوقاية، التقليل من الأنشطة المجهدة زي المشي الكتير والوقوف الكتير مهم جدا في العلاج. طبعا هيكون في كمان علاج بالأدوية، وأهم الحاجات اللي احنا بنديها في التهاب اللفافة الأخمصية هي المسكنات أو مضادات الالتهابات. في منها أنواع كتير والدكتور بيوصف لك النوع حسب حالتك الصحية. كمادات التلج مهمة جدا جدا. بنعمل كمادات تلج لمدة 10 دقايق على القدم أو على أسفل الكعب. كمادات التلج بنعملها كذا مرة في اليوم. التلج بيشتغل كمسكن أو مخدر موضعي، وكمان بيشتغل كمضاد للالتهاب. مساج القدم من أفضل الحاجات اللي ممكن نستخدمها لكده كرة التنس. نجيب كرة تنس نحطها تحت رجلنا ونحرك رجلنا عليها بالطول وبالعرض، ده بيزود الدورة الدموية للقدم وبيحسن من الالتهاب. في حاجة بقى هنا أنا بحب أخلي المرضى يعملوها، وهي إننا ندمج الخطوتين دول في خطوة واحدة. نعمل التلج والمساج للقدم في نفس الخطوة. إننا نجيب إزازة حاجة ساقعة كبيرة 2 لتر مثلا، نملاها مية ونحطها في الفريزر. هنطلعها الصبح متجمدة. قبل ما ننزل من على السرير الصبح هنحطها تحت رجلنا على الأرض ونمشي رجلنا الاتنين عليها بالطريقة دي. هنا إحنا أخدنا أكتر من فايدة: 1 التلج، 2 المساج، 3 احنا بنعمل رجلنا الاتنين بدل رجل واحدة. ولو حتى احنا عندنا مشكلة في رجل واحدة فاعتبر التانية وقاية. التمارين زي ما كانت التمارين مهمة في الوقاية، أكيد التمارين كمان مهمة في العلاج. والتمارين كتير جدا، إنما ممكن نبدأ بحركات بسيطة بإننا نضم الصوابع ونحركها، نرفع مشط الرجل في الهواء ونبقى ساندين على الكعب، وبعدين نعكس ونقف على أطراف الأصابع. والكلام ده ممكن يتعمل وإحنا قاعدين أو وإحنا واقفين حسب شدة الألم وحسب تحملنا ليه. العلاج الطبيعي بيحسن من مرونة الأوتار والعضلات اللي حوالين القدم، وده بيساعد جدا 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 في علاج التهاب اللفافة الأخمصية. الأحذية الطبية، نستخدم حذاء بيدعم الكعب وقوس القدم، أو نستخدم فرش طبي بيدعم الكعب وقوس القدم. العلاج بالموجات التصادمية. الموجات التصادمية هي موجات صوتية عالية الطاقة بنسلطها على الجزء المصاب علشان لها تأثير علاجي. يعني هي مش كهرباء ولا حاجة، هي صوت قوي مركز بنسلطه على الجزء المصاب علشان نحفز الأنسجة إنها تشفى. طيب إزاي بتشتغل الموجات التصادمية؟ الموجات التصادمية بتشتغل بأكتر من طريقة. بتحسن الدورة الدموية، بتزود تدفق الدم للمنطقة المصابة، وده بيحفز الجسم إن هو يسرع عملية الشفاء. بتكسر التكلسات. أحيانا بيحصل تكلسات من الكالسيوم في المنطقة المصابة، ودي بتكون بداية الشوكة العظمية بالمناسبة. الموجات الصوتية قادرة إنها تكسر التكلسات اللي بتحصل دي، وبالتالي بتقلل الالتهاب بدرجة كبيرة. بتحفز إنتاج الكولاجين هو بروتين مهم جدا في إصلاح الأنسجة. الموجات التصادمية بتحفز الجسم إن هو ينتج كولاجين أكتر، وبالتالي بتسرع من عملية الشفاء. بتقلل الألم. الموجات التصادمية بتغير الإشارات اللي الأعصاب بتبعتها للمخ، وده مع الوقت بيقلل الإحساس بالألم. طيب إيه مميزات العلاج بالموجات التصادمية؟ إنه إجراء غير جراحي. وهنا لما أقول غير جراحي ما أقصدش إنه بدون جراحة بمعنى مشرط، لا، هو حاجة بنسميها، واسمحوا لي هنا أستخدم مصطلح أجنبي، non invasive ترجمته بالعربية غير باضع. يعني ايه؟ يعني ما فيهوش اي حاجة بتخش جوه جسمنا، حتى لو كانت الحاجة اللي داخله جسمنا دي مجرد شكة ابرة. علشان كده انا بفضل الموجات التصادمية على ابر الكورتيزون اللي اكيد حضراتكم سمعتوا عنها قبل كده. ابر الكورتيزون مهما كان لها بعض الاثار الجانبية هنقولها، انما فيها شيء بيخش جسمنا. الموجات التصادمية ما فيهاش. طيب ده معناه ان الموجات التصادمية دي ملهاش اي اضرار؟ لها اثار جانبية بسيطة. ممكن مثلا بعد الجلسة تحس بألم بسيط او شوية احمرار، انما ده او ده بيعدوا بسرعة. الدراسات اللي معمولة على الموجات التصادمية بتقول انها فعالة في تقليل الألم وتحسين الحركة.
بنحتاج كم جلسة؟ يعني على الأغلب بنحتاج من 3 إلى 5 جلسات. الجلسة الواحدة بتكون من 15 إلى 20 دقيقة. التحسن بيحصل تقريبا بعد الجلسة الثانية أو الثالثة، وممكن الأولى، كل واحد على حسب حالته. العلاج بالموجات التصادمية مناسب لمين؟ مناسب للي بدأوا العلاج بقالهم شوية وجربوا الحاجات اللي احنا قلنا عليها، الأدوية، التلج، التمارين، ومفيش تحسن. أو واللي أنا أحيانا بنصح بيه خصوصا لو الألم والالتهاب زيادة شوية، إننا نبدأ بيها مع بقية الحاجات علشان نسرع أمورنا شوية ونخلي التحسن يحصل بسرعة إن شاء الله. حقن الكورتيزون، إبرة كورتيزون موضعي بتتحقن في الكعب، موصوفة وطبية وعلمية، وإنما لها آثار جانبية. علشان كده أنا ما بفضلش إننا نبدأ بيها أبدا، بخليها دايما آخر حاجة. من آثارها الجانبية تآكل طبقة الدهن اللي تحت الجلد، وطبقة الدهن دي مهمة جدا، ربنا خلقها لينا مخدة تحت الجلد نمشي عليها وتمتص الصدمات. تخيل انت ماشي من جلد للعظم بدون وجود مخدة. طيب تخيل كمان لو عندك شوكة عظمية أو مسمار قدم وماشي من غير طبقة دهن تحميك منها. أخيرا الجراحة، أنا هتكلم عنها بس سريعا علشان نكون غطينا كل حاجة. نادرا جدا ما بنلجأ للجراحة، وبتكون بس في الحالات اللي ما استجابتش للعلاجات اللي احنا قلناها دي كلها لمدة 9 شهور على الأقل، وده أقل من 1% من الحالات. الجراحة بنشق فيها جزء من اللفافة الأخمصية، وبالتالي بتطول شوية، فالشد اللي فيها بيروح والألم إن شاء الله بيروح. وأخيرا عندي لحضراتكم طلب وسؤال ونصيحة. الطلب هو يا ريت تقول رأيك في الفيديو في التعليقات بمنتهى الصراحة. والسؤال: سمعت عن الموجات التصادمية قبل كده ولا دي أول مرة؟ هنتظر إجابات حضراتكم في التعليقات. والنصيحة: لو عندك ألم في الكعب بيروح ويجي، يا ريت بلاش تصبر على نفسك أكتر من كده علشان لفافتك ما تزعلكش. ودعواتي لكم بتمام الصحة والعافية.